لما تقرري انتي وزوجك ان انتوا تاخدوا اجازة وتروحوا تستجموا في اي فندق بعيد عن كل حاجة، ولكن انتي مهووسة بالنظافة واستحالة تقعدي في مكان قبل ما تتأكدي ان كل حاجة فيه تستحق فعلا ان انتي تستخدميها. السيدة اللي احنا شايفينها قدامنا دي بتعشق النظافة بصراحة. انا بحب كل روتيناتها وكل حاجة بتاخد معاها العدة بتاعتها زي ما بنقول، كل ادوات النظافة. واول حاجة بتبتدي بيها اعزكم الله الحمام. الصراحة عندها حق، احنا يعني في فترة زمنية صعبة، الأمراض أو الأوبئة بقت منتشرة جامد جدا، وهي استحالة تستخدم أي حمام زي ما أنا قلت لكم قبل ما تتأكد من نظافته. بتاخد معاها بقى كل حاجة، الصابون والديتول وكل حاجة، فرشة فوطة على باب الدش، المكان اللي فيه الدش. انتوا متخيلين كل حاجة، مكان الدش، الأرضية بتطهرها وبتعقمها، البانيو، الحوض، أي حاجة أي حاجة. استحالة في أي مكان تقعد من غير ما تعمل كده. كنت شفت لها فيديو قبل كده ونزلته لكم على البيج والقناة برضو. هي مهووسة بالنظافة، كانت طالعة على يخت وعملت نفس الكلام. بصراحة كانت مطلعة كمية حاجات مش نظيفة بجد تستاهل ان احنا نعمل كده. معظمنا بيروحوا بينظف بس مش بالطريقة دي. بس انا بعد الفيديوهات دي فعلا انا لو طالعة مصيف او طالعة اي حاجة لازم ابقى عارفة متأكدة ان انا اللي هستخدم الحاجة دي. انا معرفش اللي قبلي كان عنده ايه او بيعمل ايه. النظافة شيء اساسي، خصوصا اعزكم الله في الحمامات وفي المطابخ. الملايات ما ينفعش نروح اي مكان الا لما يكون معانا الملايات اللي تخصنا، الفوط اللي تخصنا، ننظف المكان كويس قوي. في رش للحشرات برضو لازم يترش على المكان. الصراحة ده مهم جدا جدا جدا، لان احنا دلوقتي في توقيتات وفي زمن في فعلا امراض كتير، والنظافه من الايمان زي ما بيقولوا. هنا بقى في بيتها، تخيلوا هي بره بتعمل كده، في البيت بتعمل ايه؟ نشيطه وجميله وعسل، والواحد يحب يتفرج عليها. طبعا زي ما قلت في كل الفيديوهات اللي قبل كده، هقول تاني الامكانيات بتفرق، ولكن ممكن الست النظيفه تخلي العيشه قصر. يعني احنا مش محتاجين كل الامكانيات اللي احنا شايفينها والواو وكل الكلام دوت وعشان التصوير وي، بس فعلا هما بيدونا طاقة، وبيدونا ان احنا نقوم ونشتغل وننظف الدنيا بالامكانيات اللي عندنا. لان النظافة ده شيء موجود عندنا في ديننا وفي حياتنا في كل حاجة، يمكن اكتر من عندهم كمان والله. يعني ممكن معظمهم يكونوا بيعملوا الروتينات دي لمجرد الشو والفيديوهات والكلام ده كله والشهرة، لكن احنا بنعمل دوت لان احنا متعودين عليه ومتربيين عليه واهالينا مطلعيننا فيه. مهم جدا جدا كل ام تعود بنتها ان هي تبقى ايدها بايدها على طول. بلاش نقول اصل هي لسه صغيره وبتدرس، بلاش نقول ان هي مش هتعمل اللي انا بعمله. خليها تعمل واعملي انت وراها، هيفرق جدا جدا في حياتها قدام، هيفرق جدا جدا معاكي انت قدام. لما يجي تطلبي منها اي حاجه هتلاقيها في ايدك وبتظهرك وبتساعدك كل حاجه. فلازم الاولاد، البنت زي الولد، الولد لازم يتعود ان سريره يبقى نظيف واوضته تبقى نظيفه، ان هدومه اللي تتقلع تتحط في مكان معين، هو ايده بايدك على طول.